السلام عليكم، اهلا بكم في قناة جلدستان واول فيديو في سلسلة ماينكرافت من الصفر. ويا ريت قبل ما نبدأ تضغط على اللايك وتدوس زر الاشتراك وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. طبعا زي ما قلنا في اول فيديو ان لازم نكون البداية كده حماسية كده وحلوة، ونبدأ اول حاجة بقطع الشجر، عشان قطع الشجر ده هو الخلاصة من الاخر كده، عشان من غير شجر مش هتقدر تعمل اي حاجة. لازم اول حاجة تقطع في الشجرة حتة حتة، ونكسر في الشجر كده، لازم نكسر فيه. وبعد ما نكسر هنبدأ نعمل ايه، نعمل كرافتنج تيبل، ونبدأ نشتغل بقى الشغل النظيف. يلا بقى خلصنا الشجرة دي، يلا بقى بينا، يلا تعالى نعمل كرافتنج تيبل. تعالى يلا، ايه ده ماشي مهم. تعالى نعمل اول حاجة الكرافتنج تيبل، بعد كده نعمل عصاية، بعد كده تحط الكرافتنج تيبل كده عشان تبقى الدنيا تمام. ونعمل اهم حاجة الشيفل والبيكاكس، بس دول اهم حاجة تعملهم من الخشب. وبعد كده تحول الحاجة كلها لحجر، الباقي مش لازم. تعال كسر الكرافتنج تيبل وننزل تحت الحتة تحت الارض كده سنة، نحفر تحت ونجيب حجر من تحت. نجيب حجر، لازم نجمع حجر شوية حلوين عشان الفيديو يبقى تمام. جمع لنا كده بتاع 20 حجر بس. طبعا هنا بالحجر هتقدر تظبط الدنيا كلها، عشان حجر كده عايزين بتاع 20 بس بالظبط، عشان نعمل طبعا فرن ونعمل الادوات كلها بتاعتك، سواء كان في سيف او بيكاكس او لاكس او الشبل. يلا تعال نجمعهم على السريع. والبتاع اللي تحت ده حد يعرف اسمه؟ عشان الصراحة مش عارف ايه فايدته في الحياة او بيعمل ايه، بس ماشي. يلا خلاص، يلا بينا، كفاية كده، يلا بينا نطلع كده، ظبطنا الكلام كله كده. يلا بينا، تعال نفتح الكرافتنج تيبل. افتح. بعد كده نجيب عصي، نجيب نجيب عصينا ونظبط بقى كل الدروع والدنيا كلها. نجيب نعمل اللي عايزين، نعمل عصاية الأول عشان نجي نظبط الباقي، نجيب شيفل وبيكاكس وبس، ونركب الدنيا تمام كده يا زميلي. نظبط ونحط كل حاجة، نرتب الدنيا، نحط البيكاكس والشيفل، نظبطهم كل حاجة بالترتيب وبس كده. تعال نكسرها وندور بعد كده على الخرفان. احنا مهمتنا طبعا الأساسية دي في اللعبة، لازم أول حاجة، لازم أول ما تبدأ العالم لازم تدور على الخرفان، عشان لو ملقتش خرفان مش هتقدر تنام بالليل، وكده الوحوش كلها هتفشخك. طب تعال نغني له يمكن يجي. خروفي يا خروفي يا لابس بدلة صوفي، فينك يا خروف؟ خروف، اي هو الخروف سمع النداء سمع الكلام، ناديت عليه جه على طول. يا سلام، ايه الحلاوة دي. يلا تعال نقتلهم كده عشان ناخد الصوف بتاعهم. يلا كده 2، عايزين تالت عشان ده مش هيتحسب. اهو، بس الحمد لله كده روزيت. كده هننام بالليل ومفيش كوابيس ولا مفيش وحوش ولا اي بتنجان. بس كده احنا يعتبر خلصنا الهم التقيل بتاعنا، بس كده الموضوع هيبقى ايزي. تعال نجمع لنا شوية خشب عشان نظبط بيهم كلام، ونعمل مثلا لو عايزنا نعمل اي حاجة نعمل بالخشب طبعا، عشان الخشب ده المورد يعتبر الاساسي. فتعالى بعد كده نطلع فوق. عايزين بعد كده نكسر شجر تاني، خلص الشجرة دي. بس كده احنا كده خلصنا، يعتبر مهمة كبيرة جدا. يلا بقى تعالى، عايزين ندور بقى على المكان، ندور على مكان نعيش فيه. لازم ندور على المكان ده يكون حلو طبعا وجميل. ندور هنا، لا هنا مش هيبقى المكان كويس. تعال ننزل هنا نشوف الكلام هنا بيقول ايه. ايه ده كيف؟ لا بس مش هينفع الكيف دلوقتي، مش هينفع الكيف. بعدين معناش ولا شموع ولا معانا اكل ولا معانا اي حاجه، فمش هينفع الكلام ده دلوقتي. وصح يا اخواتي، انا نسيت اعيد عليكم بمناسبه عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وما تنسوش يا اخواتي، اللي ما عملش لايك يعمل، واللي ما داش اشتراك يدوس كده، عشان قناتنا تكبر كده وتبقى معروفه بين الناس، عشان كده تقولوا قناتنا وبدأناها اهو من الصفر يا اخواتي. يلا تعالى بس نقتل الفرخه دي بركله فاضي. تعالى نطلع فوق الجبل، عايزين نلاقي مكان كده كويس كده نعيش فيه. دلوقتي تعالى نخلينا في الفيديو.
اديني دلوقتي لازم نطلع فوق الجبل ده عشان نشوف منطقة حلوة نعيش فيها. تعال الأول الواحد خلاص جاع، فاضل جاع خالص، فتعال نعمل فرن ونشوي نشوي الفراخ اللي معانا. تعال نشوي معانا، هنشوي بالخشب عشان معناش احنا فور، معناش فحم. لسه هنجيب فحم ونبقى أغنياء، سيدوا علينا. تعال ونستنى كده لغاية ما اللحمة تستوي عشان نعدي الجبل ده ونلاقي أي حاجة عدلة، نلاقي مكان كان نعيش فيه ونهل. تعال بقى نستنى نشوف خلص ولا لسه. الحمد لله خلص. لا لسه، عايزين خشب تاني، مش هينفع معانا خشب هنا صح. تعال نحوله بس الخشب عادي، نحوله. عطانا كمية كويسة اهو، ونحطه بقى نستنى لغاية ما يتشوي ونسيبه بقى براحته. تعالى نعمل لها مثلا اي حاجة، نمشي هنا نجي من هنا عقبال ما تخلص. تعالى مثلا يوم ما خلص يا عم مخلص. تعالى نقطع لنا شجرة ولا حاجة عقبال ما تخلص. تعالى نقطع الشجرة، هتفيدنا كده الشجرة، يعني الشجر مش هيخسر. تعالى الشجر ده حلو وجميل جدا، اخدنا شجرة واستفدنا بالوقت اهو. تعالى بعد كده ناخد اللحمة كده، خلصنا الحمد لله اخيرا. تعالى بعد كده نظبط الكلام وناخد الفرن دي وناخد الكرافتنج تيبل ونتكل على الله من هنا المكان معفن ده. تعالى بعد كده نروح نطلع فوق الجبل، بس ناكل صح، نطلع فوق الجبل الحلو ده عشان بعد الجبل ده بيتهيألي يعني في الغالب بيكون مكان حلو للسكن وكده. بس احنا لحد دلوقتي يعني ولا لقينا قرية ولا لقينا اي حاجة، العالم ده باين عليه مصدي مش عارف ماله. بس احنا تعالى بس حتى نلاقي مكان نعيش فيه الأول. هنعمل بيت الأول حاجة، مش هنعمل بيت فخم أو أي حاجة، نعمل بيت بدائي حلو، وبعد كده هنغير ونطوره في المستقبل إن شاء الله. تعالى نطلع من هنا، نطلع يلا هوب. الله يا جمل، يا لهوي لسه في تاني. يعني المسافة كبيرة جدا. وادي وردة اهو شبهكم اهو، شبه اللي حط لايك واشتراك. تعالى نتمشى لغاية ما نلاقي مكان نعرف نسكن فيه، عشان الأماكن دي طبعا محدش هيسكن فوق جبل. الله خرفان تاني 4. ده العيد ده عمالين يعيدوا علينا اللعبة كل شوية محددين خرفان. 4 و3 7. حلوين حلو الكلام ده. تعالى بس أهم حاجة نلاقي بيت يا عم، بلا خرفان بلا بتاع. عايزين معانا الحمد لله معانا لحمة ودنيتنا زي الفل. فتعالى نعمل شوية حياة. تعالى نكمل ونروح لغاية ما نلاقي مكان نعرف نعيش فيه، يعني أكيد المكان ده مش هينفع. يلا هوب عم خرفان كتير خلاص مش هتبعت أنا خلاص. تعال ننزل المكان ده كويس اتوقع يعني، ولا لا خلينا نكمل. هوب زهقت انا من الطلوع انا والله. لحد دلوقتي هو المكان يعني مش احلى حاجة. عايزين نكمل الورود دي اللي شبهكم، ولا خلينا معاك الورود اللي شبهكم كده اللي بتحط لايك واشتراك ومتابعين زي القمر. يلا يا عم خلاص كفاية ضرب، كل حتة جبل مليانة كبيرة اوي. كمان غابة مش مكان كويس. يلا اوكي كيكا. الله حلو المكان ده. ايه رأيكم نعمل البيت في المكان ده؟ والله انا شايف ان هو يعني كويس، فيه جنبه غابة والدنيا كويسة، يعني مكان في مية كده وجنبه مية، فأتوقع يعني المكان ده كويس يعني. تعالى نظبطه كده، نظبط المكان. تعالى نعمله هنا ولا تحت بلوكة ولا فوق بلوكة. تعالى أفكر نعمله هنا أصلا. تعالى نكسر الكهرباء. ايه ده الليل خلاص، الليل ليل خلاص، فهنضطر غصب عننا ننام عشان لو منمناش دلوقتي الوحوش هتاكلنا وهتبقى الأكل بتاعهم. تعالى نكسر شوية قبل ما الليل يليل الأول، وعادي يعني لو جه وحوش يعني خلاص معانا سيوف من هنا اسمها البتاع الفقرية دي، سيوف. أيوة سيوف من الحجر، فخلاص مش باين على الدنيا احنا.
دول نكسر بيهم عين الشمس، قصدي ندي بيهم عين الشمس. متركزوش بس مع كلامي، ما تركزش عشان ما تهيسش. تعالى بس نعمل السرير، نقدر نعمل سريرين بس لا نعمل واحد بس، هنعمل الاتنين. نفترى هو ننام دلوقتي عشان الوحوش خلاص كده مش هتسمي علينا. هو بيرحب صوت الزومبي، هو بيرحب بينا. بس خلاص يلا بينا ننام عشان كده مش هينفع كده. بيقول لنا يلا روح نام يا معلم. خلاص نروح ننام عليه المرار، ننام نصحى الصبح نشيطين كده وفينا كل الأمل. يلا الزومبي اهو بيتحرق. تعالى كل الزومبي، تعالى لي تعالى خد في دماغك، خد يلا نقتل الزومبي كلهم. خد يلا خد بس خد. اهي ده خلاص كده خلص كده الزومبي كله. تعال نبدأ ونفتح تعال نبدأ في تظبيط اللي هو المكان اللي هنعمل في البيت. تعال نظبطه ونرجع لكم. زي ما انتوا شايفين وعلى كده خلصنا. تعال نبدأ او خلصنا كل حاجة ونبدأ بقى بنية البيت. هيكون بيت من ديرت كده، حاجة بسيطة كده أولية عشان احنا كده لسه بادئين وكده، فمش هينفع من أول ما احنا بادئين نعمل بيت فخم كده لا لازم ناخدها ندوس على السلم سلمة، ما تنطش من على السلم نط خطوة يعني. وادي لو في أي اقتراحات نفسكم عايزينها، أي اقتراحات يعني أي مساعدة في اللعبة أو أي حاجة، ممكن تكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك إن شاء الله. شكلي كده مش فاهم موريش حاجة غيرك يعني، فعادي يعني ما عنديش مشتركين، فلسه أول فيديو وإن شاء الله ترزق. يلا نبدأ نخلص البيت ده سريع كده عشان نحط الحاجة بتاعتنا. يلا هنعمل واحدة تاني عشان كده البيت مش هينفع نقعد فيه أصلا. خليه من 3. يا نهار مش هقع. تعال نطلع معلش زي بعض، الحياة مش سهلة كده. بس نكمل بناية البيت. وزي ما قلت لكم لو اي حد عايز يقول لي اي حاجه يكتبها لي في التعليقات، ويا ريت ما تنسوش اللايك عشان بيساعد ان الفيديو ينتشر. وقدروا تعبي يعني عشان والله الفيديو ده يعني تعبت فيه موت، مع انه يعني انا حاسه بسيط واقل من البسيط كمان، بس والله يعني تعبت فيه برضه. انا كنت فاكر الفيديوهات اول لما فكرت انزل فيديوهات كنت فاكر ان الموضوع سهل كده وايزي، واي حد ممكن يعمل فيديوهات والمونتاج سهل وكل حاجه سهله. اما اول لما حاولت ان انا اعمل اكتشفت بقى الصعوبه فعلا بجد، عشان طلعت الحياة مش زي ما انتوا شايفين. الحياة بتبقى صعبة اوي وكل تفصيلة بيكون فيها حتة كده حتى لو انتوا ملاحظتهاش، بس دي بتخلي الفيديو حلو، ومن غيرها تبقى الفيديو كده وحش واي كلام. فاديني بقول بس للعلم هادينا اهو خلاص قربنا نخلص البيت. يلا تعالى بس نظبط الدنيا عشان الليل خلاص قرب يليل. نكسر الحتة دي عشان البيت مظبوط. وبعد كده الحلقة الجاية ممكن نروح كافينج او ندور على قرية او نعمل بيت جديد. اكتبوا لي في التعليقات بقى واكتر حاجه هتكون مكتوبه او الحلم هتكون مكتوبه بس هكا هعملها عشان انا طبعا ما عنديش مشتركين. المهم يلا بقى نعمل البيت. نعمل باب بيت الله يخرب بيتك يا اخي باب. هنعمل باب بس عايزين خشب الاول. نعمل الباب. يلا فين الباب؟ صح نخش. ايه ده؟ انت جيت منين يا عم الحاج؟ خد يا خد غور جيت منين يا لهوي؟ شايف دمي؟ كان راح يموتني والله، كنت هبدا من الاول كنت هتقهر دلوقتي. نام خلاص نام مفيش قعدة. الباب نعمل الصبح. يا لهوي على الخضة اللي اتخضيتها يا حازم. ايه ده؟ والله كنت راح اموت. تعال نعمل الباب ده. ادينا عملنا الباب، تعال نحطه. تعال نعمله كبابين. لا تصدق مش مظبوطة. تصدق البيت على كده مش مظبوط برضو، في بلوك كده زي ده. دي 1 2 3 4 5 6 7 8. لا 2 من 8 يبقى مش هينفع غير نعمل باب واحد. مش مظبوطة. كسر ده ونخلي باب واحد.
بس كده كده شكله اتظبط يعني نوعا ما. بس تعالى نحط الحاجات بتاعتنا بقى جوه. ببص عليها مش عارف، بس المهم تعالى ناخد هنكسر السرير ونكسر الكرافتنج تيبل ونحطهم ندخلهم جوه، ندخلهم جوه البيت. ناخد السرير يلا، نحط الكرافتنج تيبل ونحط الفرن كده جنبيها.